بالآونة الأخيرة طلعت كتير فيديوهات على السوشيال ميديا إنه الشعب السوري غاضب من السياسة المصرية والشعب المصري عن سكوتهم عما يحدث في غزة. بس كيف وليش؟ كيف ممكن بيوم من الأيام إنه الشارع السوري يخرج ويطلع مظاهرات ضد مصر وشعب مصر؟ يا هل ترى يلي شفناه على السوشيال ميديا من هي المظاهرات والفيديوهات هي حقيقية ولا شو؟ هذا اللي رح نعرفه بهي الحلقة، وخليك معنا. للأسف هذا صحيح. بالآونة الأخيرة طلعت بعض المظاهرات بدمشق القديمة ضد سياسات مصر عما يحدث في غزة، وخلينا نقول إنه الشعب السوري أو الشارع السوري معترض على السياسات المصرية، عم بيطالبوا الجهات المصرية إنه يفتحوا المعابر باتجاه غزة لإدخال المساعدات. ولأول مرة بالتاريخ الحديث عم نشوف الشعب السوري غاضب ومستفز من الشعب المصري أو القرارات المصرية. المشكلة الحقيقية مو هون، المشكلة الحقيقية إنه ممكن بسبب هي الفيديوهات وبسبب هي المظاهرات ممكن الشعوب العربية الثانية تاخذ نظرة من الشعب العربي السوري والمصري دائما على خلاف، وإنه الشعب المصري الكريم والشعب السوري صاحب القلب الطيب بيكرهوا بعض. بس اللي ما بيعرفوا كتير ناس إنه العلاقة بين هالشعبين خاصة الشعب المصري والسوري ممتد لعشرات السنين، بس بقول لك شيء، لآلاف السنين يا حبيبي بين المحبة والأخوة. بس يا هل ترى مرة سألت حالك منين اجت هالمحبة وشو هي المحبة وكيف صارت وكيف ساندت سوريا مصر وكيف مصر ساندت سوريا على مر الأعوام الماضية في التاريخ الحديث؟ وهذا اللي رح نعرفه اليوم. العلاقات التجارية والإنسانية والاجتماعية والسياسية تمتد من آلاف السنين مثل ما عم قل لك بين مصر وسوريا، بس اللي بهمنا العلاقات الإنسانية اللي رح نحكي عنها بهذا الفيديو ونعمل زوم إن عليها، إنه في قصص أكثر من رائعة بين هالشعبين. يعني خذ لك مثلا بعام 1958 صار في وحدة عربية، إذا ما بتعرف لا صارت، هي مو حلم عربي، وصارت بين مين؟ بين مصر وسوريا برئيس هذيك الحقبة لجمال عبد الناصر والرئيس القواتلي، وقتها سموها بالجمهورية العربية المتحدة، وهي كانت أول بلدين بيعملوا هي الأخوية أو هذا الاتحاد ليكون مشروع لكل الوطن العربي. وبهديك الفترة وأشهر جملة أو عبارة بتذكرها التاريخ والشعب المصري والسوري معا واللي بتنذكر لليوم أثناء العدوان الثلاثي على مصر، وقتها تم قصف الإذاعة المصرية وما عاد يقدروا يبثوا من الإذاعة، عم طلعت إذاعة دمشق وقالوا من دمشق هنا القاهرة، وهي كانت أشهر جملة بهذيك الأيام. وهذا إذا دلنا على شيء بدل إنه بين الشعبين بتم في رابط محبة وتسامح وحتى خلال الأزمات. وأكيد ما في ناس سوريين راحوا عاشوا مصر قبل الحرب، في وكتير، وما في ناس مصريين اجوا عاشوا بسوريا كمان قبل حربهم وقبل الثورات في كتير، وهي القصص تمتد لعشرات السنين. أعطيك مثال بسيط، فريد الأطرش أنا وأنت بنسمع باسمه بنعرف مين هو على فكرة كان مولود بسوريا وانتقل ليعيش بمصر وحقق شهرته وفنه وعمل فنه الكبير بمصر. طيب هلأ رح تسألني طيب ليش صار هالخلاف وليش لهلأ ما لهم متحدين هالبلدين طالما فيها الحب الكبير؟ لأنه بقول لك بهداك الزمن أو بهداك الوقت كان الرئيس جمال عبد الناصر هو رئيس مصري، فراح عمل معاهدة سلام مع إسرائيل، فهون بهي اللحظة صار في انقلاب عسكري في سوريا وقرروا الانفصال وصارت سوريا لحالها ومصر لحالها. و12 ديسمبر عام 1989 رجعت بلشت العلاقات السياسية بين مصر وسوريا على العلن مرة أخرى. إذا بتدقق أكثر بهي الأمثلة اللي أعطيتك إياها بتعرف إنه كل هي المشاكل كانت بين حكومات وليس بين شعبين، يعني مو بين شعبين، مو بين الشعب المصري والسوري. وأكبر مثال لهذا الشيء يلي صار بعد اندلاع الثورة في سوريا بعام 2011، والدول بلشت تاخذ مواقف سياسية ضد نظام بشار الأسد وإلى آخره، ومنها مصر. وفاتت سوريا بالحرب دوامة اقتصادية وصار الشعب ماله قدران ياكل، فهون بلش الشعب السوري يحاول يطلع من سوريا واتجه لمصر مباشرة لأنه بحب مصر. وفعلا استقبال المصريين كان مثل الأخوة. وعلى فكرة مصر ما حدا بينادي لهم اللاجئين السوريين،
بس بينادولن بالأشقاء السوريين. تخيل. وطبعا لمدار 14 سنة الشعب السوري والمصري كان أكثر من متحابين وأخوة. الشعب السوري بيركب مع الشعب المصري بنفس الباص وبياكل معه من نفس الصحن وبيطلع وبيجي معه وبيستنشق معه نفس الهواء، ولا حسوا بيوم غربة عن بلدهم لأنه حسوا حالهم بين أخواتهم وحسوا حالهم ببلدهم يلي هي مصر. من منبري هذا بقول شكرا مصر. وطبعا كلياتنا بنعرف انه الشعب السوري وين ما بتزته بينزل واقف، وقدر يعمل الاماكن الميتة في مدينة مصر او القاهرة او يلي ما كان فيها حياة، رجعوا انعشوها وصارت فيها حياة وأضوية وأكل، وقدروا يستثمروا بمصر بعام 2012 أو وصلت استثمارات السوريين لأكثر من 500 مليون دولار. هي وين؟ بعام 2012 فقط. ليش وصلت كل هالقد؟ لأنه في كتير رجال أعمال سوريين وقت صارت الثورة بسوريا حملوا حالهم وقصعوا من سوريا ولقوا الملاذ الأول والأكثر أمان ليحسوا فيه بالأمان وليقدروا يكملوا شغلهم ويعملوا مشاريعهم الضخمة، هي كانت مصر. ففعلا فتحوا كتير مشاريع وضخمة كتير، ففي منا يلي كانوا يشتغلوا فيها السوريين والمصريين لأنه شعب واحد ولا حدا فرق بيناتهم. وهي المشاريع ساهمت كتير بالاقتصاد المصري وحتى بتقليل البطالة عند الشعب المصري. طبعا يا سادة بكل مكان في المنيح وفي القبيح، من رغم انه الغالبية العظمى كانت بتدعم السوريين وبتحب السوريين وبتحب وجود السوريين مصر، كان يطلع لك كم واحد يمين شمال لك يا اسطى انتوا بتعملوا ايه في بلادنا؟ ارجعوا ارجعوا ارجعوا، يعني مثل حدا عم بيقول لك حل عم طيبة قلبنا يا اخي. بس طبعا قلة قليلة جدا، فطنش تعش تنتعش. من الناحية الثانية كمان بسوريا خاصة بآخر كم يوم شفنا كتير فيديوهات انه في كم شاب كم أزعة طالعين مظاهرات عم ينتقدوا فيها الحكومة المصرية والشعب المصري، يقولوا لا اخواتنا ولا ما بعرف شو، بس لأنه مو عاجبهم القرارات السياسية بمصر. وهذا الشيء اللي المصريين بعد استقبال السوريين ل 14 سنة من حب وحنان صار غيرة عرب. خلينا نقول انه يا عمي اول ما تحررت بلدكم بلشتوا تضربوا بظهرنا، لك يا باطل. وهذا صار جدل كتير صغير بمصر، والحمد لله تم التعامل معه من الواعيين والناس. صار في ناس توزع ورود بشوارع مصر واعتذارات على اللي عملوه هدول الشباب. طبعا الدولة السورية راح تمسكت يلي كان عم يهتف في هي المظاهرة، ونعرف مين كان ونعرف مين هو. وبالمعية ولكم يا معلومة، هذا كان من فلول النظام القديم وكان تابع لبشار الأسد. فالسيرة كلها صارت، والخارجية السورية قدمت اعتذار رسمي للخارجية المصرية انه هدول شوية زوبعات ونحن منتم اخوة. واكبر دليل على هذا الشيء انه هي زوبعة وما بتأثر بين هالشعبين العظماء بين سوريين ومصريين بعد التحرير بسوريا. فكتير في ناس من السوريين صارت بدها ترجع على بلادها، فصرنا نشوف فيديوهات بهديك الحقبة أو بهديك الفترة، يا جماعة لا تروحوا، يا جماعة خليكن عنا، تعودنا عليكم، صرتوا منا وفينا، ما فينا بلاكن. طبعا الشعب المصري عمل هي الفيديوهات الشعب السوري، لأنه سوريا هي اللي ساعدت مصر بحرب 73، لأنه مصر هي اللي ساعدت أهالي سوريا أثناء الثورة وبعد هروبهم من نظام بشار الأسد. فالشعب المصري والسوري دم واحد، دم عربي ولغة عربية. فأدعو يا رب ترجع هديك الأيام وترجع وحدة سوريا ومصر مثل أيام زمان، مثل ما جمال عبد الناصر قدر يوحد البلدين ورجعت ذكرى هلأ عنا براسنا. يا رب ترجع توحيد هالبلدين، كل الوطن العربي نكون إيد واحدة. دمتم سالمين أيها السادة يا كرام، إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم. طبعا هي الحلقة بس بعيون هالكم زوبعة يلي طلعوا عم بيسبوا مصر وهالكم زوبعة يلي عم بيسبوا السوريين، ونحن بيننا وبين الشعب المصري ما في تفرقة. هيك سوري عم بحكي. دمتم اخواتنا المصريين الغاليين، اولاد ام الدنيا، احبكم والله 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 احبكم. دمتم سالمين وبرعاية الله، لا تنسونا من دعمكم، والسلام عليكم.